في البداية إذا كنت أول مرة تشوفنا تأكد إنك تضغط على الإعجاب وتشترك بالقناة وتفعل الزرار بتاع الجرس عشان لو نزلنا أي ملخص يوصلك زي إشعار على تليفونك. بيبتدي الفيلم في طيارة مسافرة لروسيا، وبتكون من الركاب مع بنتها كاتيا وكانت نايمة، وبنشوف بره الطيارة إن المحرك بيحصل فيه مشكلة، وبعدها بشوية بتصحى كاتيا مش بتلاقي أمها جنبها، وبعدها بفترة بتعلن الطيارة إنها هتهبط اضطراري. وقت ما الطيارة كانت بتفقد السيطرة بتسمع كاتيا ست عجوزة وراها بتردد كلمات غير مفهومة، ولما بتبص لها بتشوف عينيها البيضة وبتخاف كاتيا. ولما ينفجر محرك الطيارة بتبدأ الطيارة في السقوط الحر، بس كاتيا بتكون لسه عايشة، وبنشوف إن رجليها متركب فيها دعامة، وبتبقى هي الناجية الوحيدة من الحادثة دي. وبعد 20 سنة بيروح مراسل يعمل مع كاتيا مقابلة بعد ما كبرت، وكانت معاها بنتها ديانا. ولما المراسل بيسألها اتعاملت ازاي مع الصدمة، بتعرفه انها مش عاوزة تفتكر اليوم ده، وانها اشتغلت دكتورة نفسية بسبب اللي حصل. وبتتدخل ديانا وبتعرف المراسل ان امها لسه بتخاف لما بتسمع صوت دعامة رجليها، بس خلاص بطلت تخاف من رحلات الطيران، واننا هنسافر قريب علشان تشوف جدها. ويوم السفر بتركب كاتيا وبنتها الطيارة اللي بتكون فاضية بسبب وقتها المتأخر، واغلب الركاب غيروا ميعاد رحلتهم بسبب سوء الاحوال الجوية. وبتروح تقعد ديانا في مكان مش مكانها، وامها بتاخدها علشان يرجعوا يقعدوا في مكانهم. وقبل الاقلاع بتتعرف على راجل اسمه أليكسي قاعد في الصف اللي جنبها، وبيلاحظ ان كاتيا متوترة، وبيحاول يهديها وبيعرفها ان كل حاجة هتكون تمام. وبعد فترة طويلة بتكون في راكبة عجوزة اسمها جولييت بتجيلها نوبة هلع لانها خايفة تموت في الطيارة، وبما ان كاتيا دكتورة نفسية بتروح عندها وبتكلمها وبتديها حبوب علشان تهدى. وبيسأل راجل الاعمال اللي اسمه نيكولاس شخص قاعد بيرسم هو بيرسم ايه، لكن الرسام مش بيديله اجابة واضحة، وبيقول له ان الرسم بيساعده يعرف حقيقة اي حاجة قدامه. وبتستعد الطيارة للاقلاع. وقتها كاتيا بتسمع صوت خبط معدن من فوقها، وده بيوترها، وبتروح الحمام تاخد حبوب مهدئة، وكانت متجاهلة كلام المضيفة بانها تفضل في الكرسي بتاعها. ولما الكل بيتفقد تعليمات السلامة فجأة بتسمع صوت والدتها، وبتلاقي باب الحمام بقى مختلف، ولما فتحته بتلاقي نفسها في بيت طفولتها، لحد لما بتلاقي باب وبيرجعها للطيارة. وبتتلفت كاتيا وراها وبتشوف ان مخرج الطوارئ مقفول قبل ما توقفها مضيفة الطيران، وبتطلب منها ترجع للكرسي بتاعها. ولما بترجع بيحس أليكسي ان في حاجة، وبيسألها في ايه، بس مش بتجاوبه. وبترد ديانا وبتعرفه ان كاتيا هي الناجية الوحيدة من حادث تحطم طائرة مميت. وقتها بيفهم أليكسي وبتقلع الطيارة اخيرا. ولما بتكون في الجو بتعتذر لأليكسي لانها ما ردتش عليه، وبيتكلموا مع بعض، وبتعرف انه مراسل وانه زار كل مناطق الحرب لتغطية الاخبار. وبعدها بشوية والكل نايم بتعدي الطيارة في عاصفة، لكن فجأة بتتحول السماء للون الاحمر، وبتظهر ايادي اشخاص على شبابيك الطيارة. وقتها كانت كاتيا بتحلم انها صغيرة وبتتعشى مع امها، وبتسأل امها عن الجرح اللي في رجليها هيفضل يوجعها كده، بس امها بتعرفها انه هيفضل معاها طول حياتها، بس بيكون الام مشوهة في انعكاس المراية. وقتها بتسأل كاتيا امها لو ماتت في تحطم طائرة، وبتستغرب الام جدا وبتقول لكاتيا تبطل تسأل اسئلة زي دي. ولما الام بتروح تغسل الاطباق بتسمع كاتيا صوت دعامة رجليها، وبتبدأ الام تعمل حركات غريبة. وقتها بتصحى كاتيا بسبب اضطرابات الطيارة هي وباقي الركاب، وبتستمر المطبات الهوائية. وفجأة بيفقد زوج جولييت الوعي. وقتها بيروح الركاب والمضيفات يساعدوه، وكاتيا اللي بتكون فاهمة بتعرفهم هم مفروض يعملوا ايه، وبيحطوا الراجل على الارض، وبتعمل له كاتيا انعاش لقلبه. بس بعدها بيصحى وبيبدأ يخنق فيها، وبيهمس بكلمات غريبة قبل ما يفقد الوعي تاني. وبتزداد الامور سوء والمطبات الهوائية بتزيد. وقتها بتتجمد كاتيا لما بتشوف ايد غريبة على الكرسي ورا أليكسي، وبيموت الراجل اللي على الارض. ومش بس كده، الطيارة بالكامل بتتهز والاضطرابات بتزيد جدا، وبيرجع باقي الركاب لاماكنهم علشان يثبتوا نفسهم على الكراسي. وقتها بتروح مضيفة باسطوانة اكسجين احتياطية لديانا، بس بسبب هزة الطيارة بتتخبط في السقف وبتفقد الاكسجين الاضافي. وفي الوقت ده بدأت كاتيا تفقد الوعي بسبب قلة الاكسجين، وبتفتكر وهي صغيرة الست العجوزة، بس بتفوق وبيكون المطبات الهوائية عدت. وبترجع بسرعة لبنتها اللي كانت خايفة، وبتقول لها مش هسيبك مرة تانية. وبعدها بتقول لأليكسي عن الست العجوزة اللي شافتها من 20 سنة، وبتكون معتقدة انها هي ورا كل اللي بيحصل ده، وان كلماتها اللي كانت بتهمس بيها هي نفس الكلمات اللي الراجل قبل ما يموت همس بيها، وان الست دي متضايقة منها
على انها الناجية الوحيدة وعايزة تموتني انا كمان زيهم. بس أليكسي بيقول لها ان وفاة الراجل كانت طبيعية وممكن انت بتهلوسي بسبب الحبوب اللي بتاخديها. وبتروح كاتيا لجولييت علشان تعزيها في موت جوزها، ولما بترجع لبنتها بتلاقيها رسمة الطيارة ورسماهم وهم قاعدين في اخر الطيارة. وبتاخد كاتيا بنتها وبترجع لمقاعدهم، وبتقول كاتيا لأليكسي انها سمعت صوت امها قبل الاقلاع وممكن كانت عاوزة تحذرني من حاجة. وبنروح لراجل الاعمال اللي بيحاول يتكلم مع الرسام، بس الرسام بيتجاهله وبيرسم، وبنعرف انه بيرسم راجل الاعمال وهو بيدخن. وبنرجع لكاتيا اللي متأكدة ان في حاجة غلط، وكمان جرح رجليها اللي اختفى مع انها كانت شايفاه الصبح، وكمان في واحد مات والكابتن ما تكلمش ولا سمعنا حاجة منه. وقتها بيحس أليكسي بألم في راسه، وكانت ديانا بتتكلم مع شخص في الكرسي اللي وراها، وبتكون امها مركزة مع أليكسي وبتاخد بالها ان في حد بيجري من ورا. وبتقول ديانا انها كانت بتتكلم مع بنت عرفتها ان كاتيا امها هتسيبها اول ما الراجل يولع. وقتها الام بتخاف، وده بيزيد الامور غرابة. وكمان اعلان فجأة من الطيارة انهم هيغيروا مسار الرحلة بسبب العاصفة وهيهبطوا في روسيا في نفس المدينة اللي كانت كاتيا وهي صغيرة مسافراها هي وامها وحصلت الحادثة. وبتلاحظ كاتيا حاجة غلط في سلوك المضيفة الطيران اللي كانت باردة، وبعدها بشوية بيكون في تسريب خزان اكسجين تحت كرسي رجل الاعمال وبيتسرب نوع من السوائل من السقف فوقه. وقتها ديانا بتقول لامها انت هتسيبيني دلوقتي، وبيكون رجل الاعمال بيطلع السيجارة وهيولعها. وبتشوفه كاتيا وبتجري ناحيته، بس كان فات الاوان وبتمسك النار في الراجل بالكامل. وبسبب خزان الاكسجين النار بتكون اكبر، وبتشوف كاتيا وش في النار بيصرخ فيها، وبيقدر المضيفات تطفي الحريق. ولحسن الحظ او لسوء الحظ رجل الاعمال لسه عايش بس اصيب بحروق شديدة، وبيروحوا بسرعة يجيبوا اي ادوية موجودة. وبترجع كاتيا لبنتها، بس بتشوف المخلوق الغريب ده مرة تانية، وبتشوف من شباك الطيارة نفسها في بيتها وبنتها قبل يوم واحد من الرحلة وجرح رجليها موجود. وبتحضن بنتها وبتقترح عليها يلغوا الرحلة، بس بعدها بشوية بتقول لها خلاص هنسافر، وبتقرر مش هتاخد مسكنات تاني وبترميها في الحمام. وبتسمع صوت بنتها بس مش بتلاقيها في اي مكان. وفجأة بدأ البيت يتهز، وبتصرخ ديانا في امها وبتقول لها انت سبتيني. وبترجع للطيارة وبتجري ديانا على امها وهي خايفة، بس بيجي أليكسي وبيطلب من كاتيا تساعدهم في علاج الراجل المحروق. ولما بتروح له بتعرف ان مجرى التنفس بتاعه فيه انسداد، وده هو اللي مخليه مفقد الوعي. وبتطلب من أليكسي يمسك راسه بشكل مستقيم علشان يعرف يتنفس، وبيكون لسه الرسام مكانه وبيهمس بكلمات غريبة، وده بيزعج كاتيا وبتفقد اعصابها وبتزعق له. بس أليكسي بيوقفها، وفي الوقت ده بيكون نيكولاس عاوز يوصل لتليفونه، وبيقوم الرسام يساعده. وبيشوف الخلفية بتاعة تليفونه وبيشوف نيكولاس متصور مع عيلته وكانوا مبسوطين. وبعد ما شاف الصورة لآخر مرة بيموت. وبعد ما خسروا راكب تاني بتروح كاتيا تعزي الرسام اللي بنعرف ان اسمه بافيل. وبعدها بتلاحظ كاتيا ان جولييت مش في مكانها، وبتكون في الحمام وبتطول. وبتقلق كاتيا وبتروح تخبط تطمن عليها. وقتها المضيفات كانوا شاكين في السلامة العقلية لكاتيا، بس بتفتح لها واحدة من المضيفات الحمام وبيكون فاضي. في الوقت ده بتفتح جثة العجوز عينها، ولما كانت كاتيا راجعة لكرسيها الراجل بيخوفها وبتاعه، والمخلوق الغريب بيمسكها وكأنه عاوز يعرفها حاجة. وبتروح لبنتها علشان يخرجوا من الطيارة، بس بيجي أليكسي علشان يهديها. فجأة عينه بدأت تنزف وبتسيبه كاتيا علشان تخرج، بس المضيفات بيمنعوها. وقتها واحدة منهم بترجع مية لحد لما بتنهار وبتموت. ولما كاتيا بتشوف اللي حصل بتتهم المضيفة التانية انها السبب في كل اللي بيحصل، وبتمشي وبتشوف الرسام وبتاخد الكراسة منه وبتلاقيه بيرسم كل اللي بيحصل. ولما بتبصله بيبدأ جسمه في التحلل وبيطير في الهواء. وبيقوم أليكسي علشان يمنع كاتيا تروح للكابتن، وبيعرفوها انهم ببساطة عاوزين يحموها من حاجة معينة. لكن بعدها المضيفة بتتسحب بعيد بقوة غير مرئية، وبيبدأ أليكسي ينزف من راسه لحد لما بينهار وبيموت. ومش بيكون قدام كاتيا غير انها تكسر باب المقصورة، لكن بشكل غريب بتلاقي نفسها دخلت طيارة تانية، وكل مرة تدخل من الباب بتطلع في طيارة تانية. فجأة مش بتلاقي ديانا جنبها، بس بتكون واقفة بعيد مع شخص غامض وبتجري توصل لها. وفي اللحظة دي بنفهم كل حاجة، وان كل اللي فات ده مش حقيقي، وان كاتيا لسه في الطيارة وهي صغيرة، وان الست العجوزة اللي كانت كاتيا مفكرة انها السبب في كل اللي بيحصل كانت خلت كاتيا تنام نوم عميق علشان ما تشوفش
بيموت بعينيها. وكل اللي حصل ده كانت رؤية لكاتيا وهي نايمة عن حياتها المستقبلية، مش هتعيشها لو قدرت كاتيا تصحى وتثبت انها مش عاوزة تموت، وبيكون مصير كاتيا وامها في ايدها. وبنرجع للماضي وبنشوف ان الركاب اللي كانوا في الطيارة اللي من 20 سنة هم نفس الركاب اللي كاتيا لما كبرت ركبت معاهم. وجولييت برضو اصيبت بنوبة هلع وراحت ام كاتيا تساعدها. وبنرجع لكاتيا الصغيرة النايمة في هلوستها علشان تودع بنتها الخيالية ديانا. وبتقول ديانا لكاتيا تاخد بالها من العلامات اللي ادتها لها في الهلوسة علشان تنقذ نفسها هي وامها لما تصحى. وبتصحى كاتيا الصغيرة اخيرا. وبنرجع لمشهد تحطم الطائرة وبتقوم كاتيا الصغيرة تزحف علشان ترجع للمقعد الخلفي نفس ما شافت في الحلم. وبتقدر توصل لامها وبيجي شخص بيساعدهم بس للأسف بيموت. وبتشوف كاتيا بقية الركاب وهم بيموتوا واحد ورا التاني بسبب الانفجار. وبينتهي الفيلم بعد تحطم الطائرة ونجاة كاتيا وامها بفضل ربنا والكرسي رقم 19. وبس كده يا جدعان، ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة وتفعل زرار الجرس، ولو سافرت بطيارة ما تنساش تقعد في الكرسي رقم 19. سلام.